هذه رسالة مختصرة لحكومتنا الرشيدة، رسالة استباقية، لكنها رقم قصرها إلا أنها ربما تكون أهم رسالة استمعت لها الحكومة بكل تاريخها. أنا ما أعتقد أن أي مواطن في الكويت سمع عن وجود إدارة تطلع الحكومة على أخبار الشمس. أخبار الشمس هذه ما هي رسالة هزلية أو وسيلة لإهدار وقت الحكومة، لأنه مع بداية ديسمبر من العام القادم 2019 تدخل الأرض في بداية عصر جليدي، هذا قد يمتد طوله من 10 سنين إلى ما فوق. العفو. وسبب دخول الأرض هذا العصر الجليدي هو انخفاض نشاط البقع الشمسية فيما يسمى الهبوط الشمسي العظيم اللي هو الجراند سولار مينيموم. مع هذا الانخفاض تقلص طبقات الغلاف الشمسي، الغلاف الأرضي اللي حول الأرض، وينخفض إلى مدى 1000 قدم إلى أسفل، وتقترب ملامسة درجات الفراغ فوق هذه الطبقات البالغة، درجات اللي في الفراغ اللي هي 270 درجة تحت الصفر من القشرة الأرضية. ومع انخفاض كمية الإشعاع الشمسي اللي هو توتال سولار irradiation تنخفض حماية المغنيتوسفير، وهذا يسمح للأشعة فوق البنفسجية والجزيئات المؤينة والكوزميك جالاكتيكال ريز أو الأشعة الكونية باختراق المغنيتوسفير، مما يغير في التيارات الهوائية النفاثة اللي هي تحمل الغيوم وترتب الجو في الأرض، وهذا يزيد في قوى مناطق الضغوط ومناطق المنخفضات الجوية، تزيد قوتها. وهذا التغير سيزيد كميات الثلوج اللي تغطي أوروبا، شمال أوروبا وكندا ونص أمريكا الشمالية واليابان والصين، وهذا يبي يزيد الأمطار في الشرق الأوسط عندنا يعني احنا إلى ما يزيد عن 20 أو 30 ضعف من اللي شفناه هذا في الأسبوع اللي طاف. هبوط درجات الحرارة يعني القضاء على مناطق كثيرة ينزرع فيها القمح والذرة وحيواناتها بمستوى حوالي 127 مليون في أول سنة اللي من بداية سنة 2019. ومعها مع انخفاض الانتاج للحبوب الغذائية مثل القمح والشعير وغيره والذرة، ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني وتصير نادرة. احنا هني ما احنا في وارد شرح يعني علمي او هذا عن تبادل مدارات الكواكب واثرها ودوراتها، هذه ما احنا بهالوارد هذا، ولو انه ممكن ستالي ودخولها في حالة الخدور. الشمس داخلة في حالة الخدور بانخفاض عدد اللي هي البقع الشمسية. لكن من الوثائق التاريخية اللي قاموا فيها البحاثة في هالمجال هذا، شافوا أن الإمبراطورية الصينية مرت بفترة تجمد من زمان، وفترة التجمد هذه انخفضت معاها كمية الغذاء، الأمر اللي أجبر المغول على اكتشاحهم للعالم بحثا عن مصادر الغذاء وهلاك الأوروبيين في فترات من العصور الوسطى. إذن الرسالة إلى الحكومة الرشيدة هي وجوب الاستعداد لشتاء عام 2019، أي بعد سنة، ذلك في 4 أمور أو في عدة أمور. الأول توسيعة شبكة الصرف المياه هذه إلى أعلى درجة ممكنة مع شركات عالمية تحترم نفسها وبدون وساطة وكيل، مباشرة ما بين الحكومة وما بين الشركات. والأمر الثاني هو سحب الأموال الكويتية من أوروبا وأمريكا، لأنها أوروبا وأمريكا تتجمد زين وتجمد معاها كل الودائع. ثالثا تخزين مواد غذائية طويلة الأمد. رابعا استرجاع كل الحيازات اللي حولها أصحابها لملاهي وبناء أكبر عدد ممكن من الصوبات الزراعية. خامسا ترجمة كتاب اسمه upheaval حق واحد اسمه ريش سواير، ودعوة مجموعة من العلماء المختصين بحسابات العصر الجليدي القادم مثل الدكتورة فالنتينا زراكوفا من جامعة نورثمبريا والعالم جون كيسي. الأمر جاد، وعلى الحكومة أن تعين باحثين في كل ما يمت بصلة إلى توقعات العصر الجليدي القادم والخطط الاستباقية لتحاشيه. الآن الصين تحاول ونجحت في بناء مفاعل ذري التحامي ينتج كمية هائلة من الحرارة استعداد لهذا العصر هذا القادم، وتطلق روسيا مرآة فضائية ضخمة لتركيز أشعة الشمس على مناطقها الزراعية.
وما حد يعلم عن ثورات الجوع اللي تكتسح العالم الجاهل بأخبار الشمس.